باشمهندس هشام العسال، بما انك بتمثل هيئة المنح الفنية اليابانية وليها دور كبير بصراحة، فخليني أسأل حضرتك ازاي نقدر نربط بين المدرسة الفنية والمصنع بشكل ينجح التدريب الأول، ومين المفروض اللي يكون مسؤول عن العلاقة دي، علاقة الربط ده؟ يعني أنا قلت لحضرتك بالنسبة لي أتكلم عن التجربة اليابانية فيما يخص فلسفة اسمها فلسفة المونوذكري، اللي هي صنع الأشياء بإتقان. صحيح. من خلال الابتكار. الجزء ده في منتهى الأهمية يا أخوانا، وهو ده اللي وصل اليابان لهذا الوضع الحالي، ان انت تجدي ان كل منتج ياباني وكأن الصانع واحد. يعني العربية، القلم، حتى المطعم، يعني وكأن اليابان لها مصنع واحد. من خلال التعليم المزدوج هنقدر نوصل للصورة دي. احنا من خلال هيئة المنح الفنية اليابانية، وخصوصا ان الهيئة بتهتم بالدول النامية والاقل من نامية، وخصوصا الاهتمام بالنشاط الصناعي، لان يا اخوانا لن تكون هناك الصناعة الا بتدريب قوي. يعني يجب ان يكون المدرسة تنتهي بالمصنع، والمصنع يبدأ بالمدرسة. هي علاقة شراكة، الكل فيها بيحصل على مكتسبات، يعني سواء كحكومة بالبعد الاجتماعي، الهيئة التعليمية لانها بقت في كادر بتعلم الطالب معرفة ومهارة، والمصنع من خلال الحصول على المان باور او القوى البشريه اللي هو دايما محتاجها. لا يوجد مصنع يبقى محتاج مان باور، مش اي مان باور، مش اي قوه عامله، لا، قوه عامله مدربه، لان تكلفه التدريب ممكن انها تكون تكلفه باهظه. فاحنا عاوزين نعمم هذه الفكره، التعليم المزدوج، على كل القطاعات، سواء كان صناعات صغيره او متوسطه او كبيره. في بعض الدول زي الهند بيبقى في عندها حاجه اسمها التعليم الالزامي، يعني الشركات الكبرى بتلتزم بتعليم مجموعة من الطلبة في التعليم المزدوج.